السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وفي صحة جيدة. جبت لكم طريقة عسل منزلي ناجح 100%. غادي تصيبوه غير في الدار، للمعسلات، للكنافة، للقطايف. كيف ما كتشوفوا كيجي رائع. طريقته بسيطة جدا. عندي هنا 2 كيلو سكر. ممكن تستعملوا سكر القالب او سكر سنيدة كيف ما كتشوفوا. حطيتهم في الطنجرة بحال هاد الشكل. 2 كيلو سكر او 2 كيس سكر، حطيت عليهم لتر من المية كوباية مليانة، يعني لتر وكوباية مليانة. كبيت المية بالشكل ده وهولع عليه في الاول نار عالية زي ما بتشوفوا بالطريقة دي لغاية ما يغلي، وهوطي عليه النار بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. اول ما يغلي هضيف عليه شرايح برتقانة وشرايح ليمون، وعندي الباديانا اللي هي نجمة اليانسون، بتتباع عند العطار. تحطي حباية او حبايتين بالشكل ده. هغطيه واسيبه على نار هادية زي ما بتشوفوا لمدة ساعة زمن. تحسبي له ساعة زمن وتسيبيه يغلي بالشكل ده اكيد، وتغطيه عادي. بعد ما عدت نص ساعة، ده شكله بعد ما عدت عليه نص ساعة، وده بعد ما عدت الساعة. خلاص كده هطفي عليه واسيبه يبرد. كل ما اسيبه يبرد قوامه بيبتدي يتقل بالشكل ده. قوامه بيجي جميل جدا. زي ما قلت لكم الكيلو سكر عليه لتر من المية، وضيف كوباية على اللتر. العسل ده ممكن تستخدموه لأي معسلات زي القطايف، زي الكنافة. الشهوات المغربية كنستخدموه في الشباكية، في البريوات، في السنتير. اللي غادي نشارك معكم الوصفة ان شاء الله في الفيديو الجاي. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك لو الفيديو عجبكم. باي باي.